السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. وصفتنا النهاردة وصفة صحية. هعمل معاكم فطور صحي، والطبق الاساسي الجبنة القريش. هقولكوا ازاي باضافات بسيطة نغير من طعمها ونخلي طعمها لا يقاوم. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. اول حاجه هنحضرها العيش. معايا رغيف سن هقطعه شرايح بالشكل ده، وبعد كده هتدخليه الفرن لحد ما ياخد تحميصه من ناحيتين، بيديكي قرمشه رهيبه. ممكن تضيفي له معلقه زيت زيتون، بس هو كده حلو، كفايه الزيت اللي هنضيفه في الجبنه. في الكبه نزلت بقطعه من الجبنه القريش تقريبا 150 جرام، هنزل عليها ب3 معالق كبيره من الحليب. ممكن تزودي كميه الحليب او تقللي حسب ما انت عايزه قوام الجبنه، بس في الاول انزلي ب3 معالق بس. نزلت بشويه من الشطه، شويه من الكمون، معلقه كبيره من زيت الزيتون. هتضربيهم كويس لحد ما يبقى معاكي القوام بالشكل ده. زي ما قلت لك، لو عايزاها تكون ناعمه عن كده زودي حليب كمان. بالنسبه لي القوام ده مناسب جدا. نضيف الاضافات بقى اللي بتكمل الطعم، شويه من حبه البركه، شويه من الزعتر، معلقه كده زيت زيتون على الوش. وبكده بقى معانا احلى جبنه قريش، بجد طعمها بيبقى خطير جدا. هناكلها مع العيش المحمص اللي احنا كنا محضرينه. اي خضار متوفر عندك، فلفل، خيار، اي حاجه متوفره عندك جنبيها كده، بقت وجبه فطار متكامله. مفيش احلى من كده، وبجد صدقوني متعه ان انت تاكلي الجبنه دي بعيش محمص ايا كان نوع العيش. شوفوا كده صوت القرمشه رهيب. وصفه سهله وبسيطه، اتمنى تجربوها. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.